عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبأفضل حال. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس وتختاروا الكل عشان يوصلك كل ما هو جديد. يا رب قناتنا المتواضعة عائلة المروجي تكبر بفضل ربنا ثم بيكم. طبعا أول ما بنعمل حاجة في المطبخ بنروق المواعين. كوباية بالليل والله فيها حاجات نضيفة بس لازم كده كده هتتغسل، وطبق البيض طبعا، وطبق البطاطس، الحاجات اللي هي زيت ده ببعتها على الحوض. لما اخلص الحوض ندخل بقى على دول وندخل على البوتاجاز بتاعنا ونشوف النهارده هنعمل لهم عدس ايه يا جماعه. اللي انا قلته النهارده هنعمل كشري مصري او كشري صعيدي زي ما احنا بنقول، اللي بتعمل في المحلات. احنا بقى بنعمله لهم هنا بطريقه حلوه كده. مش عاوزين البصل مقرمش هنلغيه، نروق حوضنا الاول وبعد كده نعمل اننا نعمله. طبعا مشغلين الغساله وشلنا بقى الملايات بتاع السراير وطلعنا الفرش في الشموسه وما شاء الله يعني على صباح ربنا كده، وطلعنا لطيورنا ومش عارفه كذا حاجه على الصبح كده. صبنا الحاجه كده بالصابونه السائل. طبعا نزلنا بقى الصفايه دي من ساعه ما اتجوزت، فانا بصراحه عاوزه اغيرها، بس قلت في الاجازه على ما نخلص موال الدروس ومش عارفه صبنت كله ونشطفه بقى بالميه. هنعمل بقى البوتاجاز عشان نحط الحله، واحنا بنشطف الحله اللي احنا نسلق فيها المكرونه، واحنا بنشطف المواعين بتاعتنا، ما نبقاش قاعدين ساكتين كده. طبعا صبنا البوتاجاز وشطفناه، حطينا بقى ميه عشان نسلق المكرونه في الحله حضنه وهنكركبه تاني طبعا بحلال الكشري. هنا حطينا مية عشان نسلق المكرونة، هنتعامل معاها هنحط لها ملح، ذرة ملح وشوية زيت. نزلنا بقى بشوية مكرونة مشكلة. كان عندي بصراحة مكرونة سباكيتي كسرتها، وكان عندي مكرونة كشري كملت عليها بشوية مكرونة من عندي. بتروحي للعطار بتقولي له انا عاوزة مكرونة كشري، مش عندك شكلي بقى. شوفوا ولادك بيحبوا مكرونة كوكا، مكرونة حلزقوم كده بيحبوا واعملها لهم. يلا بينا هنسلقها كده في المصفى بتاعتها، وفي نفس الحلة اللي احنا كنا بنسلق فيها المكرونة هنعمل العدس. نسلق بقى العدس بتاعنا على ما يتسلق، ننقي الرز عشان نعمل شوية رز بشعرية، حاجة بسيطة خالص. صفينا العدس بتاعنا وغسلناه غسلة حلوة كده، وجهزنا حلة هنحط فيها، حطينا فيها معلقتين زيت كده، نحط فيهم شوية شعرية. طبعا انا حاطه الشعريه ومطيه عليها لما اغسل الرز. حطيت هنا بقى الحله كده، وحطيت المكرونه اللي انا غسلتها، وبعد كده هنزل العدس فوق. طبعا غسلت الرز وانا مطيه على الشعريه، اعلي عليها بقى كده ونقلبها عشان تتحمر بسرعه. طبعا انا بحط ميه في الكتل عشان تسخن. وهنا الشعريه اتحمرت، انزل عليها بالرز ومعلقه صغنونه خالص ملح، عشان انا هحط طبعا ملح هنا في العدس في الكشري، مصممه العدس مش عارفه ليه. واحط بقى ملح وكمون كده وشعرة ملح، فلفل اسمر. يلا ننزل بالرز قبل ما الشعريه تتحرق. جبنا بقى الطماطم بتاعتنا عشان نعمل صلصه الكشري. مش هعمل لهم دقه النهارده، انا حالفه بالله ما كنت اعمل لهم دقه، بيكتروا منها قوي بطريقه. يلا ربنا يهديهم. نعمل 5 طماطمات وهنحط كيس صلصه طبعا. وهنا على ما الرز يستوي نعمل بصلايه كده نحمرها، هنحط نصها للكشري ونصها هننزل فيها الصلصه. وعلى ما البصله تتحمر نغسل دول. وهنا الرز بتاعنا استوى، هنحطه بقى على تكميله الكشري على المكرونه والعدس بتاعنا، عدس الجبنه. نحطه بقى ونقلبه تقليبه. طبعا انا حطيت للبصل حبه يعني شعرة ملح بسيطه قوي عشان يتحمر بسرعه ويدبل بالمره. نزلت بالرز بشعريه والبصل، خدت منه شويه وسبت حاجه بسيطه. هنزل بقى بشويه خل وننزل بعصير الطماطم ومعلقه صلصه، كيس صلصه كده معلب. حطيت طبعا عصير الطماطم اللي احنا طلبناه وكيس الصلصه، وحطيت معلقه كمون هنا ومعلقه كمون هنا. هحط معلقه سكر، واحط فلفل اسمر هنا، واحط طبعا ملح هنا وهنا، ونقلب تقليبه دي ونغطي، ويبقى كده غدانا حاجه بسيطه بس ستر بيتنا. نحمد ربنا على الستر والصحة، ودايما ندعي لأخواتنا في فلسطين، وادعي لأخواتكم في كل بلاد المؤمنين يا رب. ربنا يحفظنا جميعا. اللهم عليك باليهود. دعوة حلوة بقى منكم لينا وليكم منا بالمثل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.